اتكلم على الاعلام. نادي الزمالك بيتعرض لحمله شرسه وشائعات كتيره كل يوم بتضرب جماهير نادي الزمالك. ايه ده؟ مين راجل عبيط ده؟ ومع هذا الاعلام في نادي الزمالك في اضعف مستوياته. الاعلاميين مش هنختلف، لكن ما ينفعش، لازم يكون في ردود. بس عايز اقول لك حاجه، مجلس الاداره نفسه لازم يساعد الاعلام في انه يرد. انت مش محتاج شائعات. نادي الزمالك مش محتاج شائعات، فالحاجات اللي بتطلع منه. ولكن يا دي الفضيحه ام جنادل، يا دي الجلسه ام حناجل. الكلام في الزمالك كتير، افعال مفيش كلام ولا افعال. كلام كتير والزمالك 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 والزمالك، افعال مفيش. القيد الثالث، القيد الرابع، القيد الخامس، القيد السادس. اصحاب القرار لازم دايما متعوده دايما. لما حضرتك جاي عضو مجلس اداره وبتقول الزمالك محتاج مليار، طب سيادتك نجيب المليار منين يا فندم؟ قول يا ستموني قول. باشا وهو يجيب المليار، احنا نجيبهم يعني؟ رجع له الارض ويجيب في المليار. مكانك ليه يا فندم؟ يا فندم رجع له الارض ويجيب المليار. هو الزمالك كان ايه قبل الارض وبعد الارض؟ هو ايه يا فندم اللي انتوا بتقولوه ده يا فندم؟ امال ايه الشعارات اللي كانت وقت الانتخابات يا فندم؟ نوسه حاجه ساعه بسرعه الاستاذ. كل اعضاء مجلس الاداره المحترمين الموقرين كانوا موجودين معانا واحد واحد. 16 ملف هنشتغل فيه، زيزو هنجدد له، هنجيب لعيبه، هنعمل، هنكسر الدنيا. البنيه في نادي الزمالك، هنبني فرع اكتوبر. الزمالك النادي لازم يتوضب. انا بخش نادي الزمالك ولا في حاجه متوضبه ولا في حاجه معموله. انا عايز اقول لك والفريق بيتدرب. لا، في خطوه كويسه حصلت. ونادي اكتوبر مفيش. وزيزو راح الاهلي، وحسام عبد المجيد هيروح الاهلي، ومحمد السيد هيروح الاهلي، وحامد حمدان مش جايز. ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طيب في خطوه كويسه حصلت في النادي. ده نوع من الاشاعات بقى. لا حسام عبد المجيد رايح الاهلي ولا. ما هو ده اللي بيتقال، انا ما بقولش. بس طب ما انت كنت بتقول كده على زيزو اخوي. مش عايزين الاشاعات دي تستمر، لانه ده بيعمل احباط لجماهير الزمالك. يا عم يا حبيبي، انت كنت بتقول كده. يلا يا راجل بلا كذب بقى بوشك، ده كذاب كذب الابل. عاوز بالله.